الرحيم. ازيكم يا صحابي؟ عاملين ايه؟ حلوين ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده معاكم فيديو جديد. النهارده هناخد حرف جديد وهو حرف الواو. معانا ده شكل كده حرف الواو يا حلوين. تمام، وانا عامله لكم تحتيه ورود عشان حرف الواو ورود. هناخد كل تفاصيل الحرف وهنشرحه باذن الله. اول حاجه كده معانا بسم الله الرحمن الرحيم، هنقرا حروف الهجاء كلها. معانا قبل ما ناخد حرف الواو يا حلوين هناخد حروف الهجاء. هنقرأ حروف الهجاء قراءة سريعة، وبعد كده هنشرح حرف الواو زي ما احنا متعودين يا حلوين. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة نسمي بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ بسم الله. هقرأ الحروف وانتوا تقرأوا ورايا عشان أسقف لكم يا حلوين زي ما احنا متعودين. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء. هذه حروف الهجاء. شطار يا حلوين، حبايبي الحلوين بيقولوا ورايا. يلا كمان مرة بسم الله الرحمن الرحيم. ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء. هذه حروف الهجاء. شطار يا حلوين. النهارده هناخد حرف الايه؟ حرف الواو. يلا بينا ناخد حرف الواو. ادي يا حلوين شكل حرف الواو ده كده. معانا حرف الواو يا حلوين. معانا الواو بالفتحة، الواو بالكسرة، الواو بالضمة، والواو بالسكون. يلا بينا يا حلوين بسم الله الرحمن الرحيم نسمي الله كده ونقرأ ايه الواو بالفتحة. معانا الواو بالفتحة واو فتحة واو فتحة واو فتحة واو كسرة واو كسرة واو ضمة واو ضمة واو سكون واو سكون يبقى واو فتحة و واحد وجه ورق. واو فتحة واحد وجه ورق. واو كسرة وسادة وعاء وسادة وعاء. واو ضمة واو ضمة وضوء وجوه ورود وضوء وجوه ورود. واو سكون واو سكون زي قوس حوض لوح. ماشي يا حلوين. قوس حوض لوح. يبقى واو فتحة واحد وجه ورق وسادة وعاء وضوء وجوه ورود قوس حوض لوح. ماشي حلوين. يلا بينا نكتب حرف الواو. يلا بينا نكتب حرف الواو. ادي معانا السطر يا حلوين. معانا السطر اهو. هنعمل ايه؟ هنيجي فوق السطر ونعمل دايرة صغيرة. هنعمل دايرة صغيرة ايه كده فوق السطر 5 يعني زي ال5، ونيجي من اخر الدايرة الصغيرة كده ونزحلقها تحت السطر. شطار يا حلوين. يلا عايزاكم تكتبوا ورايا. يلا هنعمل ايه؟ دايرة صغيرة فوق السطر اهي 5 دايرة صغيرة و5 صغيرة. ماشي. وهنيجي من اخر الدايرة كده ونزحلقها تحت السطر. يلا ادي دايرة صغيرة فوق السطر ونيجي من اخر الدايرة كده ونزحلقها تحت السطر. شطار يا حلوين. يلا كمان واحدة. دايرة صغيرة فوق السطر ونيجي من اخرها ونزحلقها تحت السطر. يلا كمان واحدة. دايرة صغيرة فوق السطر ونزحلقها تحت السطر. شطار يا حلوين. بسقف لكم اهو عشان بحبكم يا حلوين. عايزاكم تركزوا معايا جدا. ماشي يا حلوين. معانا تاني سؤال بيقول لي ايه؟ بيقول لي صل الحروف. هنوصل الحروف. طيب هنوصل الحروف يا مس. ماشي، تعالوا بقى نقرأ الحروف الاول. معانا واو باء واو خاء، وهنا معانا ايه؟ واو وباء. يلا بينا نوصل الحروف يا حلوين. ادي واو، ادي حرف الواو، ادي حرف الواو اهو. ماشي يا حلوين. وادي حرف الواو كمان عشان هنا عندنا ايه؟ واو 2 واو. وادي حرف الباء يا حلوين. طب حرف الخاء ملوش اخوات يا عيني لوحده. يلا بينا ننتقل على الصفحة التانية يا حلوين. معانا اول حاجة الواو في اول الكلمة والواو في وسط الكلمة والواو في اخر الكلمة. يبقى معانا 3 انواع من الواو. الواو في اول الكلمة ده شكل حرف الواو في اول الكلمة، والواو في وسط الكلمة هو عامة شكلها يا حلوين مش بيتغير. شكل حرف الواو ما بيتغيرش الا اذا كان مثلا لو هنا في وسط الكلمة يعني ايه؟ يعني هو مش بيبقى فاصل كلمة، هو مثلا بيبقى فيه حرف قبله ماسك فيه، بس الحرف اللي قبله ينفع يمسك فيه، اللي هو زي كلمة موز،
ثوم موز وثوم، ماشي. ينفع حرف الواو اللي قبل يمسك فيه لكن ينفع بعديه يمسك حرف لا. ماشي يا حلوين، ركزوا في دي قوي يا حلوين. يبقى الواو في اول الكلمه ده شكل حرف الواو في اول الكلمه، زي كلمه ايه؟ زي كلمه ورد وولد. ورد ولد، ده كده حرف الواو في اول الكلمه اهي، ورد ولد. ماشي يا حلوين. تاني حاجه الواو في وسط الكلمه، ده شكل حرف الواو في وسط الكلمه. طيب زي كلمه ايه؟ ثوم وموز. ثوم وموز. بصوا يا حلوين حرف الواو هنا المفروض في وسط الكلمه، زي كلمه ايه؟ ثوم. ماشي. ثوم دي الواو دي اختلفت عن الواو دي اللي هي في وسط الكلمه، اختلفت عن دي لا ما اختلفتش اهي زيها بالظبط. صح ولا مش صح؟ اهي. ماشي يا حلوين. هنا بس اللي اختلف اللي هي ينفع الحرف اللي قبلها يمسك فيها، ينفع الحرف اللي قبلها يمسك فيها. ماشي يا حلوين. ماشي. زي كلمه ثوم وموز. ثوم وموز. طيب الواو في اخر الكلمه، معانا الواو في اخر الكلمه، ده شكل حرف الواو في اخر الكلمه. احنا قلنا حرف الواو ايه؟ هي يعتبر ما بيتغيرش، زي كلمه دلو وجو. دلو وجو، ادي الحرف الواو في اخر الكلمه. يبقى معانا الواو في اول الكلمه وده شكلها زي ورد وولد، والواو في وسط الكلمه. يا حلوين ركزوا معايا، الواو في وسط الكلمه ده شكلها زي ثوم وموز، والواو في اخر الكلمه زي كلمه دلو وجو. ماشي. السؤال ده هقراه لكم وانتوا توقفوا الفيديو وتحلوه. ماشي يا حلوين. بسم الله الرحمن الرحيم. بيقول لي ضع دائره حول حرف الواو. هنحط دائره حول حرف الواو. ايوه بالظبط كده. معانا كلمه وطواط ومراوح وإوزة. وطواط مراوح إوزة. يلا وقفوا الفيديو وتحلوا السؤال ده يا حلوين. هتحطوا دايره حوالين حرف الواو. يلا اتمنى تكونوا حليتوه. يلا بينا نحله سوا. بسم الله الرحمن الرحيم. كلمة ايه؟ وطواط. كلمة وطواط ادي حرف الواو، ادي حرف الواو يا حلوين. وطواط وادي حرف الواو. في حرفين واو وطواط في اول الكلمة والمفروض ان هو كمان كده كمان في وسط الكلمة اهو. قبليه حرف الايه؟ الواو ده التاني حرف الطه ماسك فيه. ماسك فيه. طيب كلمة مراوح، ادي كلمة مراوح. ماشي يا حلوين، ادي كلمة مراوح اهي. طيب هنا مش ماسكة ليه يا مس وهي جاية في وسط الكلمة؟ عشان ايه؟ قبليها حرف الالف. ماشي يا حلوين. هناخد طبعا الحروف دي، الحروف اللي ما بتمسكش في الحروف، ما بتمسكش في حاجه، ايه هي ان شاء الله ناخدها. معانا تالت حاجه كلمه إوزة. كلمه إوزة يا حلوين برضو فيها حرف الواو. كده نكون انتهينا من الفيديو. ما تنسوش اللايك والاشتراك عشان يوصلكم ان شاء الله باذن الله كل جديد. هعمل لكم سلسله جميله جدا. ماشي. ما تنسوش تسمعوا كلام ماما وتخليكم شطار كده وكويسين، بتكتبوا الواجب، بتسمعوا الكلام. ماشي يا حلوين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.